معروف في المغرب على صعيد المغرب. ولكن هذا الشيء جا طريق لان انا كنت ملاعبي، وملي كنت ملاعبي كان عندي المنعم هو الاولي كبير، هو اللي تعاطى الكره. مورا منعم جا محمد هو اللي كان مشى يحترف في خريبكا واحترف مع الجيش، دا كأس افريقيا في الجيش. ولكن فين كان كيجيب معاه الكوداجات ويجيب معاه بالونيس ويجيب معاه، والدار صبحت كلها كره، لان كاين تصور ديال الكره، كاين الهضره على الكره، كاين مقابلات ديال الكره. دابا اليوم اللي صبح في الساحه هو ايوب. ايوب اليوم تبارك الله معلقه به برشلونه ومعلقين به بعض الفروق، كيتصلوا به. هو في عمره 13 سنه، وانا كنظن بان ايوب غادي يكون واحد مارادونا ديال المغرب ان شاء الله. راك لاعب كبير، ما تنساش من راسك بان انت من واحد العائله كبيره الكرويه، وكيف خصك تكون بحال ميسي، بحال مارادونا، بحال سيروجا، بحال ميسي، بحال مارادونا. نكون بحال خياسي. بحال خاك ياسين. السلام عليكم. مزيان. خير. شحال مزيان. كنتي مزيان. أقل ما يقال عنها أنه هدف رائع من ياسين الكحل اللي راوغ وتوغل وسدد الكرة بهذه الطريقة. ياسين كيف حتى تسديد وتابع هدف بهذه الطريقة من مسافة بعيدة لياسين الكحل. صعب على أي حارس سد الكورة بالرجل اليسرى بإبداع وإمتاع لاعب أولمبي مغربي شاب. الحارس عبد اللطيف مروي كان متقدم ومنح المساحة والثقة والأهلية لياسين الكحل لكي يسجل الكرة بهذه الطريقة. ياسين الكحل يبقى ربح كبير للمنتخب الأولمبي بقيادة بين فيربيك. ياسين الكحل لاعب المغرب التطواني والمنتخب الأولمبي، موهوب حي جمع مزواق بمدينة الحمامة البيضاء. أكد هذا الموسم علو كعبه بالبطولة. حياته المليئة بالمتناقضات صنعت منه علامة مسجلة تتناقلها الجموع والأفراد إيمانا منها بقدرات الرجل. ياسين بدا الدراسة ديالو في 7 سنين. مهما بدا الدراسة في 7 سنين كان هو التبلا بالكرة. قبل ما يمشي يقرا كان التبلا بالكرة بواحد العام قبل، لأنه ولد 6 سنين بدا كيحادي البالون في الدار، بدا كيجبر الكور لأن خوتو كان من كوارية، كيشوف التلفزيون، كيتفرج في خاه، كيسمع على خاه. واخا ديناه المدرسة مشات في الضمير ديالو، في العقل ديالو مشات الكرة أكثر من القراية. كنمشي المدرسة وكنجبر الدراري في الأحياء الشعبية كيلعبوا الكرة، كنت كنلعب معاهم وكنمشي المدرسة وما كندخلش نقرا، كنمشي نلعب مع الدراري. كيجي واحد الأستاذ ديالي كيقول لي ادخل تقرا، كنقول له غدا ندخل نقرا بحال كندخل نقرا ما كندخلش، مرة كنهرب له مرة كندخل، كنمشي نلعب مع الدراري. ديك الأستاذ كيمشي عند با كيقول له بنيك ما كيدخلش المدرسة، يقول له أنا كنعيط عليه كنشبرو باش يدخل يقرا ما كيعيب والو. وجا با عندي قال لي ابني كيقول لي الأستاذ كتلعب كرة ما كتمشيش تدخل المدرسة. قلت له با أنا الكرة كتعجبني وكنسبة أحسن من القراية. مدرسة محمد عبد الكريم الخطابي تحتفظ بذكريات مجملها سيئة لفتى نساوة كرة الجلد المدور، وغادر مقاعد الدراسة عن سن مبكرة قبل 13 سنة من اليوم. ياسين الكحل كان شغوف بلاعب كرة القدم، يعني لدرجة أنه دائما كتلقى بلاصتو دائما خاوية، ومع العلم أننا حاولنا معه، وخاصة الأستاذ ديالو جمال التدلي دائما كان كيقول له شوف ولدي الله يرضى عليك، حاول توفق بين الدراسة والكرة، لأن الكرة بلا دراسة لابد أنه غادي غيلقى صعوبات في المستقبل. 14 سنة بدا كيلعب الكرة مع المغرب التطواني في القسم الوطني الثاني، وبدا كيخرجوا للأوتيلات، ان ضروري خصو يعمر واحد لافيش، خصو يتناقش مع
وهذا بدا كيرجع لي عندي. ملي كيرجع من المقابله كنبدا نقول له اش عندك؟ كيقول لي لا با انا اللي وقع لي هو واحد السيد صاحبي عطيته عمر لي الورقه وانا ما خصنيش نعمر الورقه. وقلت له شفتي شي انا علاش دابا كنت كنقول لك تقرا؟ لان كان خصك تقرا وتلعب الكره، لان الكره حاجه والقرايه حاجه اخرى. وفعلا ندمت انا لان ما كما كنقولوا ما عطيتوش واحد الوقت الكافي حتى في الدراسه قد ما عطيته في الكره. بدايته مع المستديرة لم تختلف عن غيره من أبناء جيله. بعث الإشارات الأولى لمن يهمهم الأمر على أن عملة نادرة في الطريق للنجومية. كان جابوا الأب ديالو بحكم أن الأب ديالو كيعرفني كمدرب ديال لاعب سابق ديال المغرب التطواني، وكتربطني به علاقة أخوية، وبحكم أنني سبق لي دربت الأخ ديالو اللي كان انتقل من أولمبيك خريبكا. لهذا بمجرد ما افتتحنا المدرسة اللي تحت السقف ديال جمعية المغرب التطواني لكرة القدم المصغرة، التحق بنا ياسين الكحال وهو في السن ديال 7 سنوات. ومجرد ما شفتو تنبأت له بأنه غيكون عنده مستقبل ظاهر في ميدان كرة القدم، نظرا للمؤهلات اللي يمتاز بها على جميع المستويات، لا البدنية ولا التقنية، وكذلك الطموح ديالو والرغبة ديالو أنه باش يكون لاعب كرة القدم. وفعلا لاعب في ديك السن كيكون عنده بعض الثغرات في اللعب ديالو، وحاولنا ما امكن باش نوجهوه. وفعلا كانت صعوبات مع السياسي الكحال في هذه المرحله هذه. كنت نتريني مع الصغارين، كنت كنتريني مع كتاكيت، وصلت طلع الكادي بقيت كنتريني معاهم. جات واحد الوصفه الشمال طنجه وتطوان، وكيخطروا اللعابه اللي هنايا وخطروني انا معاهم. الحمد لله مشيت لعبت واحد الماتش ولعبته مزيان مع فاس، لعبته مزيان وكيتفرج فينا المدرب مريني. تفرج فينا المدرب مريني وخرج ديك الماتش خرجته مزيان. وجا مدرب مريني هضر مع شي واحد قال له هذاك ياسين الكحال خصو يتخذ بين الفرق الاول. يحظى ياسين باحترام كبير وسط أهله وأصدقائه بحي جمع مزواق. ياسين الكحال غني على التعريف، ملاعبي كبير د المغرب التطواني والمنتخب الاولمبي، وكنفتخروا بالموهبه اللي عطاها الله سبحانه وتعالى، وكيشرف الكره الوطنيه والكره في الدوري المغربي، والرمز مدينه تطوان وحي جامع مزواق. ياسين الكحال هو في الحي لاعب كره القدم الصغر ديالو، اول من الصغر ديالو هو كيلعب وشفناه كيتقدم في اللعب ديالو، لعب مع فرق محليه احياء وهذه حتى صباح اليوم كيلعب الدرجه الاولى والمنتخب. ما قدمه هذا الموسم جعله محط انظار واهتمام انديه وازنه ترغب في خدمات اللاعب الفذ. دابا ما خصوش غير الكره بوحدها، خصو حتى اللي غادي يحضنو حتى اللي غادي يحرسو. وفعلا انا صبرت وخليته في المغرب التطواني. مورا المغرب التطواني الحمد لله اليوم كما كتشوفوا دابا حاليا ها هي كاينه بوردو استدعاه عندها غرض فيه، كاينه انستيتيان ساتيتيان، كاينه موناكو، كاينه مارسيليا، كاينه عين الاماراتي، وكاينه واحد الفرقه من بلجيك باقي ما عرفتهاش لان اتصلت بالمكتب. ولكن حنايا هذا المشكل اللي وقع لنا مع بوردو ما هما صيفطوا له جميع الاوراق الطياره، الورق ديال لاسورانس، الورق ديالو كله عنده هنا، ولكن قال لك خصو يعمل التيست. انا التيست ما استعرفتش به، لان الولد الحمد لله دابا ولله الحمد ما وقفينش على التيست، لانه واحد الملاعب يصبح دولي في المنتخب توتولار في الاولمبي، الفرقه ديالو توتولار، لعب في المستوى بالنسبه للبطوله الوطنيه على شهاده الجميع. وانا منعت له قلت له لا. العروض هذيك مزيانه ليا، كيزيد لي شي المورال، بحال المورال هذا مزيان، كندخل الماتشات ديالي كنلعبو مزيان، كنسمع هاد العروض هذا كيزيد لي المورال مزيان. والطموح ديالي انا كنتمنى نلعب في ليكيب ناسيونال كبارين، خصني نعمل شي سميه بحال مبارك والنيبت وحاجي ان شاء الله يا رب. دولي بالمنتخب الأولمبي بعد سنوات بالفئة الصغرى للمنتخبات الوطنية، استبعاده من طرف بين فيرباك لم يثنه عن مواصلة الاجتهاد لبلوغ قمة الأسود. الضغط شفت كونفوكاسيون بقى فيا الحال صراحة،
بقات فيها الحال بحق ما بقاش فيها شي حال كبير. مشيت ترينيت وشاف فيها شي حاجه ناقصه. مشيت ترينيت والمدرب قال لي هاد الشهاده اللي ناقصه فيك انا نخدمها معاك. ومشيت ترينيت خدمت مع هاد الشهاده اللي ناقص فيا والحمد لله طالع داك الشيء كامل. مدربه بالفريق التطواني عزيز العمري يملك رؤية خاصة لإمكانياته، شأنه شأن زملائه بالفريق. لاعب عنده موهبة كبيرة، عنده عسرية اللي بغينا نقولوا الرجل اليسرية ديالو كيقدر يتحكم فيها بواحد لا كورديناسيون. نقدروا نعطيوه المقارنة شوية مع ميسي في لا كورديناسيون ديال لو جيست ديالو بالبيي غوش وكيفاش كيمشي وكيفاش تيتحرك. الفرق اللي كاين هو ما داش في مركز التكوين، وهذا مركز التكوين هو اللي كيعطيه واحد لو مونطال، ماشي غير التكنيك والتكتيك والفيزيك، كيعطي واحد لو مونطال اللعاب تيردو تيفكر كيفاش يولي لعاب بروفيسيونيل، كيفاش المستقبل ديالو غادي يبني على كرة القدم. اولا كنبغي نشرح حاجه بان ياسين الكحل ماشي الزميل ديالي، فهو اخ بالنسبه ليا. واللاعب ياسين الكحل كيمتاز بالاخلاق ديالو العاليه الطيبه ديالو، رغم انه في وسط التيران كيتعصب وكيكون فيه بعض النرفزه شيئا ما، ولكن رغم ذلك فانه انسان طيب وخالق خارج الملعب وداخل الملعب. انا ياسين الكحل بغيت نقول للدراري اللي كيلعبوا في بطولة المغرب، كرة بلا قرايه ما كاين والو. قراو وقراو وقراو، ولا قريتو مزيان غتلعبوا كرة مزيان. نصل لنهاية هذا العدد، سنكون جد سعداء بالتواصل بانتقاداتكم وآرائكم وكذا اقتراحاتكم عبر البريد الإلكتروني للمجلة usud@karyadia.com. قبل الختام نعدكم بتغطية خاصة لمباراة المغرب والجزائر وكذا الموعد الهام بين المغرب والكونغو الديمقراطية في حلقتنا المقبلة. دمتم في رعاية الله.